بخصوص التشيت ميل او التريت ميل زي ما سميناها، ان ما ينفعش نسمي اكله باسم مش حلو كده زي تشيت ميل، لان ده بيأثر نفسيا جدا على علاقتنا بالاكل، وبيزود كمان الاحساس بالذنب وتأنيب الضمير، وده بيدخل الجسم في ستريس وبيقلل معدل الحرق فعلا. وانا دايما بقول انك لو لخبطتي ما تحسيش ابدا بتأنيب الضمير، وعدي الموضوع عادي. اهم حاجة انك تكوني استمتعتي بالاكل وكأن ما فيش حاجة حصلت. من الناحية التانية بقى انا ضد التريت ميل زي ما هنسميها، يعني اسمها الجديد، لان لها تأثيرين برضو سلبيين نفسيا. فالاول ان هي بتعلقك بالاكلة اللي انت قاعدة مستنياها، وبيخليكي تقعدي تجهزي لها وتحلمي بيها، فما تستمتعيش بالاكل الصحي. انا على اساس ان يعني ايه، احنا هناكل الأكلة اللي هي مش صحية الأسبوع اللي جاي، فبيخليكي على طول قاعدة مستنياها، وبيعلقك بالأكل وبالشهية ناحية الأكل. دي أول حاجة. تاني حاجة بيحسسك كمان إن أنتي محرومة، يعني قاعدة طول الأسبوع محرومة، يلا بقى مش مهم أنا آكل أي حاجة علشان أنا قاعدة مستنية الأكلة الحلوة دي. فبيخليكي ما تستمتعيش بالأكل، ما تدلعيش الأكل وما تدلعيش نفسك. وده بقى عكس أساسي خالص المبدأ اللي احنا ماشيين بيه في زنبليطة فت، اللي احنا بنستمتع بالحياة الصحية. كل حاجة فيها بنستمتع بيها، الأكل بنستمتع بيه، الوصفات بتخلينا نعوض الحاجات اللي ناقصانا، كل حاجة لها بديل صحي، فبتخلينا مش محتاجين اساسا نخرج بره النظام. ولا تريت ميل الا بقى بعد مده طويله. انا موافقه جدا ان يبقى في تريت ميل، بس بعد مده طويله، وتكون حاجه ملهاش بديل خلاص، او حاجه نفسي فيها قوي، او حاجه شكلها جميل قوي، او عزومه، او فرح، او مناسبه او كده. ساعتها بقى التريت ميل دي تبقى جميله، لكن مش تبقى اساسيه في حياتي كل اسبوع. ويا رب دايما اشوفكم بصحة حلوة ومبسوطين ومستمتعين باللايف ستايل الصحي.